السلام عليكم. جماعة النهاردة هنعمل كفتة الفراخ للعيد. تعتبر ممكن نخليها بدل كفتة اللحمة. هنعملها بكمية كبيرة بحيث ان هي مثلا تبقى غدوة مظبوطة كده، غدوة متينة. انا هناكلها بعيش بلدي وسلطة وشيبسي. ممكن حضراتكم تعملوها بمكرونة سباكيتي كده، يعني هتبقى معاها جميلة جدا في منتهى الجمال. ممكن تحطوا معاها بردك حتتين فراخ مشويين كده. انا الاول قطعت البصل، وقطعت قرن فلفل احمر الوان، وحطيتهم في الكبة يتفرموا. يعني مش هفرمهم جامد علشان انا هصفيهم بعد كده، ومش هحط المية على الكفتة. هي اصلا يا جماعة كفتة الفراخ بتبقى طرية، فاحنا لو سيبنا المية هتبقى المية بتاعت البصل والفلفل هتبقى طرية اكتر. فاحنا لازم نصفيها كويس قوي، نعصرها كده كويس قوي، وبرضك ما نرميش المية اللي احنا مطلعينها من البصل والفلفل، لاننا هنستخدمها في تصبيع الكفتة. يا جماعة نصفيها كويس جدا، يعني من غير ما احط عليها لا ملح ولا اي حاجة، عشان ما تنزلش كل اللي فيها قوي. يعني عايزينها يعني ايه، فيها حاجات بسيطة كده. اهي انا صفيتها اهي. وعندي يا جماعة ضمن حوالي نص فرخة. بردك هضربها في الخلاط، يعني اطحنها خالص في الخلاط مع على نفس، يعني على مكان البصل والفلفل. هحط كمية علشان اتمكن من طحنها تبقى مطحونة كويس جدا، وبعدين ابقى احط الباقي. كده يا جماعة تبقى عاملة كريمي كده، يعني لازم تنطحن كويس قوي. اهو بصوا يا جماعة تبقى بالشكل ده كده، تبقى مطحونة كده، مش حتت، لا مطحونة جامد كده، كريمي كده. يا جماعة اللي انا بطلعه ديت اللي هي الروابط اللي بتبقى في خد الفراخ، لازم اشيلها. هحط بقى التوابل عليها. هحط فلفل اسمر وملح وبابريكا وتوابل مشكلة، توابل فراخ على لحمة. واحط بردك الفلفل والبصل اللي انا كنت مصفياه وهحطهم على بعض واقلبهم تقليبه حلو. ادي التوابل تاني اهي. وحطيت حبة شطة يا جماعة شوية صغيرين جدا. يعني لو انت عايزة تحطي توم، حطي حبة توم شوية صغيرين، يعني فصين توم كده. بردك ممكن تحطي ربع معلقة بودر، بس انا ما حطيتش بودر. هقلبهم، هعجنهم يا جماعة عجن كويس جدا، يعني كأني بعجن عجينة. واحط معاها الخضرة. بصوا يا جماعة بقدونس بس، حطيت الورق بتاع البقدونس، ما حطيتش العروق. عشان كده انا حاطه العروق اهي، عشان افتكر ان انا ما حطيتش ما حطيتش العوادين بتاعه البقدونس، حطيت الورق بس. وهقلبهم بردك مع بعض تقليبه كويسه جدا، كاني بعجن يا جماعه. انا باكد اهوت، لازم اعجنها عجينه كويسه. هي بتبقى طريه، فلازم حاجه ماده ربط. انا حطيت الربط، حطيت هنا اللي هو فيجيتار بردك، مش لقيتها بردك لسه لينه. حطيت معلقه معلقه بقسماط. وخلي بالي من الملح يا جماعه، عشان البقسماط والفيجيتار مملح. اخلي بالي من الملح كويس. اديت معلقه. بصوا يا جماعه ما بتتكورش في ايدي، يبقى عايزه لسه تتربط اهي. واقلبها بردك، عجينها كويس يا جماعه. بعد ما اخلص عجينها يا جماعه احطها في التلاجة. احطها حوالي نص ساعه مثلا ساعه، عبال ما اجهز بقيه الاكل اللي انا هعمله، او اغسل اطباق او اي حاجه اكون انا خلصتها. انا هشيل كمان يا جماعه دلوقتي، هشيل اللي هي الروابط بتاعه الافخاد بتاعه الفراخ، اوراق الفراخ دي. هي على قد ما تقدري تعجنيها كويس، على قد ما تقدري. بصي هي كده ايه، بقت بتتكور في ايدي هي. ولما احطها بردك في التلاجة شوية هتبقى احسن، هتجمد شوية وتبقى احسن. هنا انا هعمل السلطة اللي بتتاكل مع المشويات يا جماعة. المفروض احط سماق، بس انا ما عنديش سماق. حطيت نص قرن فلفل احمر والبصل، وحطيت عليها حبة كمون وحبة ملح.
وهدعك البصل والفلفل كويس كده، حبة كده كويسين، عشان البصل يتشرب كمان من الليمون ده ليمونة ونص يا جماعة، بس ليمونة صغيرة ونص. هدعكهم كويس كده مع بعض. لو في سماق يبقى احسن يا جماعة، بس انا السماق خلصان من عندي. ادعكهم كويس، وبعدين احط عليهم، ما ادعكش مع الطماطم يا جماعة، الطماطم هقلبها بس. طبعا يا جماعة انا بعمل بايدي، انا ايدي نضيفة يعني، بعمل بيها الاكل لاولادي وبغسلها كل شوية. هي أنا هقلب هنا بردك الخضرة دي، انا حطيت حبة كزبرة على بقدونس على شبت، وحطيت الطماطم دي. لو انت عايزة تزودي خيار حطي، لو انت عندك بنجر بردك عايزة تزودي القيمة الغذائية حطي، لو انت عايزة مثلا عندك كرنب صيني حطي كده، بس ما بحطش خل كده بس يا جماعة، ما حطيتش خل. اهي بسم الله ما شاء الله جميلة اهيت، وشكلها يشهي. بسم الله ما شاء الله عليها. اهي تتاكل لوحدها، مش عايزة حاجة. عايزة تكتري البصل تقللي البصل، تكتري مكون عن التاني، انت حرة. كده الكفتة بتاعتنا اتشمعت في التلاجة. هنجيبها بقى عشان نصبعها. حطيت حبة فلفل اسمر على مية البصل والفلفل. حطيت كمان طماطمية مبشورة، طماطمية صغيرة مبشورة بالمبشرة يا جماعة كده. وهحط حبة زيت عشان تبقى سهلة ان انا اصبعها في ايدي كده كويس. هقلبهم على بعض واشتغل بيهم على طول. طعمها في منتهى الجمال يا جماعة والله، يعني أنا اتمنى ان انتوا تعملوها في العيد، يعني جنب الاكل كده، مثلا جنب مكرونة، جنب حاجة زي ما انت عايزة بقى. اهي يا جماعة بصوا، متماسكة وجميلة، يعني ما هياش طرية او اي حاجة، متماسكة وحلوة اهي. هبل ايدي من المكونات يعني اللي انا عملتها، اللي هي البصل والحاجات دي. تشكلي زي ما انت عايزه بقى، تشكلي على ظهر معلقه، على ظهر سكينه، لو انت عايزاها مربعه اعمليها على ظهر معلقه او سكينه. اهي سهله جدا يا جماعه، بصوا متماسكه ازاي، وكمان الصوص دوت بيساعد ان هي تتشكل بطريقه كويسه زي ما انت عايزه، والحجم اللي انت عايزاه، وما تخافيش من السوا. انا مش هسويها المره دي في فرن البوتاجاز، هسويها ان شاء الله على البوتاجاز من فوق يعني. اهي بسم الله ما شاء الله بتطلع بردك بسهوله، وانت تعالجي لو انت حصلت حاجه وارد يعني انت تصلحيها. فانا قلت بردك حبه كده اعملها على السيخ. شكلها جميل بردك كده اهيت. حطي ايدك في الصوص دون، وبردك اعمليها كده هتلاقيها سهله معاكي جدا. بصوا يا جماعه، لا سايحه ولا اي حاجه، وطعمها في منتهى الجمال. بردك لو عايزه باكد، لو انت عايزه تحطي حبه بودر ممكن تحطي حبه صغيره جدا، يعني ربع معلقه صغيره. اهي ادي الكميه كلها يا جماعه، كميه غدا محترمه، يعني كميه غدا محترمه. كان عندي حته ليا يا جماعه، جيت حطها على المقلايه كده، لو عندك جريل اعمليها فيه، او صينيه الومنيوم اي حاجه ما بتلزقش هي، وتسيبيها تسيح شويه كده، وتحط لها حبه زيت وتنزليها. لو ما عندكيش ليا او دهنه، ممكن تحطي معلقه سمنه بلدي صغيره كده. اهي يا جماعه بسم الله ما شاء الله شكلها في منتهى الجمال. النار الاول بتبقى عاليه، وبعدين تهدي النار عشان تطيب كويس يا جماعه. هي ما بتاخدش وقت على النار، يعني كل الحبه دول كده ما خدوش 10 دقايق على النار. وبردك من الصوص اللي انت عاملاه كده تدهني بيه الكفتايه كده من فوق، وتقلبيها، يعني تعمل، ما تقلبهاش على طول. اول ما تعمل من تحت كده اللي هو يعني تعمل لون كده، تلون من تحت، تيجي انتي مقلباها على طول، تقلبيها كويس من جميع الجهات علشان تستوي كويس. اهي جميلة بسم الله ما شاء الله. كل شوية ايدك فيها، بس مش على طول يعني عشان ما تتهراش. اهي بسم الله ما شاء الله جميلة، شكلها جميل. واللي تحس ان هي استوت طلعيها، يعني مش لازم كلهم مع بعض، ساعات النار بتبقى حامية من جانب وجانب، لا. انا باكد يا جماعة لازم تهدي عليها النار، ما تخليهاش النار عالية.
لو في جنب ابيض ولا حاجه ترفعيها كده وتديريها كده على الجنب الابيض يعني عشان تطيب من جميع الجهات يعني. بصوا يا جماعه والله طعمها وشكلها في منتهى الجمال. يعني انا برشحها الغدا في العيد، يعني كل سنه وحضراتكم طيبين. تقدري تعملي معاها جنبها اي حاجه بقى انت عايزاها، عايزه تاكليها لوحديها جميله جدا ومشبعه. ونص الفرخه يا جماعه مطلع كميه محترمه. والله مش عايزه اقول ان انا كان في الصدر ما كانش كامل كمان بتاع نص الفرخه. بسم الله ما شاء الله. وتدهنيها بردك كل ما تقلبي تدهني. حطيت معاها بردك قرنين الفلفل دولت حلوين. ممكن بردك لو انتي حطيتي بصلايه من اول ما بدأتي على جنب كده وطماطمايه كانت تبقى طعمها بردك هتبقى حلوه. اهي يا جماعه بسم الله ما شاء الله. شوفوا الكميه كبيره ازاي. بسم الله ما شاء الله. كميه محترمه وكميه كبيره تكفي اسره كبيره. اهو العيش البلدي والشيبسي والسلطه جميله في منتهى الجمال. وكاتشب يعني هتبقى حلوة، يعني غدوة محترمة. إيه معلش بقى كانت الخضار خلص فخدت من تحت الكفتة كده علشان اعمل السندوتش ده. والسلطة والسندوتشات كده هتبقى جميلة لو كلتيها كده، جميلة جدا. هي بحبة مكرونة بردك هتبقى في منتهى الجمال. إيه لو انتم مستمرين معايا للنهاية ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة واعجاب بالقناة. بسم الله ما شاء الله اهوت بألف هنا وشفا. وكاتشب اهوت. وهتبقى غدوة جميلة للعيد بردك، يعني مش هتقول لا يا جماعة. بصوا يا جماعة والله جميلة جدا. واشوفكم في وصفة جديدة والسلام عليكم.